نظم الديوان البلدي للثقافة والسياحة رفقة لجنة الحفلات لمدينة وهران وبالتنسيق مع جمعية جزائر الخير حفلا فنيا ساهرا احتضنه مسرح الهواء الطلق بوهران. حفل وقع ترانيمه فنانون من الجزائر والوطن العربي جعلوا الجمهور الحاضر يعيش لحظات فريدة ويتفاعل بشكل كبير. والمزيد في هذا التقرير. بمسرح الهواء الطلق بوهران التقى محبو الكلمة الهادفة واللحن الجميل في جو رائع صنعه فنانون من الجزائر والوطن العربي الذين غنوا للحب للسلام وللجزائر. ما تعيشه فلسطين المحتلة في قطاع غزة أرق الفنانين فترنموا بألحانهم. لو حصاروك سنين دعونا الله منصورة يا غزة منصورة. وهو الأمر ذاته الذي هيج أحاسيس الجماهير الجزائرية التي تدرك جيدا معنى التضحية والكفاح، ورسالتهم كانت مزيدا من الصمود حتى النصر. الفنانون غنوا للجزائر التي لطالما ألهمتهم بأرضها، كما ألهمتهم بشهدائها ورجالها بل وحتى فنانيها. ناس اشتار قعدوا في غربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة. الجمهور الوهراني حضر بكثافة وتحصل على العلامة الكاملة بعدما أبداه من انسجام وتفاعل مع ما قدمه الفنانون. استمتعنا بزاف بهذا الحفل. حفل اليوم كان رائع جدا. اليوم كان في القمة بحضور فنانين عالميين، أكيد كان التجاوب معهم في الجمهور تجاوب رائع، وهنا رانا باش ندعموا القضية الفلسطينية والسورية والمصرية. كلنا مع أطفال غزة وكلنا مع نساء غزة وكل الجزائريين مع غزة ومع فلسطين.